المرحومه امي الله يرحمها، الله يرحمها، كنت كي نعمل مشكله تقول لي راك فرجه يا اخي انا روحي فرجه فعلا. يعني مشيت عرضت مسرحيه في بنقردة. ايه هيك يا زينب، كهو هيك هو تحب برشا. ايه في الكوشه أعطيني عاد فكرة عليها. كيفاش نعطيك حاجه في الكوشه سخونه مازالت ما طبتش مش طيب حاجه عطايا. والله الجمهور يحبك، الله يبارك. هاي انا اعمل عليهم بعد من الله يبارك. السلام عليكم، اهلا وسهلا في نور الدين. لا بس عليك، عايشك اخويا، امورك طيبه والله. لا بس الحمد لله. بارك الله فيك، عايشك الله يبارك. تفضل اخويا تفضل بالعاد. هاشم اهلا وسهلا بكم. اليوم المفروض عرفت الشخصيه اللي انا ضيف عندها ان شاء الله، سي نور الدين بن عياد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. مرحبا بخويا مرة أخرى. انا سلمت عليك غادي عايش خويا، ما تكثرش علي السلام. ديما الشخصيه الكوميديه حاضر ما شاء الله عليك. شكر خاص زاد المدير دار الثقافه بمطمات جديده سي بومدين العيادي، قدموا له شكر خاص. واحنا اليوم ضيف، يعني انا شخصيا اليوم ضيف عند سي نور الدين في دار الثقافه بمطمات جديده. مرحبا بخويا. عايشك يا الغالي، الله يبارك فيك سي نور الدين. عايش خويا العزيز. الجمهور حبك، الجمهور يعني وين سي نور الدين، وين شخصيه حموده، وين شخصيه الزاهي اللي شفناها ايامات الثمانينات والتسعينات اللي عطت الضحكه للتونسي ولا العربي بشكل عام. والله شو اقول لك، انا هم قومش في الثمانينات والتسعينات، العاصفه في الثمانينات والزاهي الثمانينات، اما بعد غاده وحموده في 2004 بالطبع. لا ثم اعمال اخرى. اي يعني نقولوا احنا الحضور الغزير في تلك الفتره. اي شكون الساعه سي نور الدين بن عياد؟ والله يا اخوك نور الدين بن عياد انسان متواضع، انسان كل عباد اكترافيا نعيش. لا ما شاء الله عليك، صدق يا ربي يا اخوي. نقصد يعني انت بالضبط يعني اصيل مطماطه او اصيل؟ انا اصيل حامه يابس، والمراه من مطماطه، وانا تو نعيش ساعات في المطماطه هنا وساعات ويعني مستقر بشكل رسمي في مطماطه. لا نسكن هنا، في الصيف نهبط ساعات سوسه وساعات نهبط تونس. اما بحكم العمل يعني؟ لا بحكم انا حبيت البدليه رايده وراحتي هنا لقيتها صراحه. سي نور الدين انا فرحان برشا واللي قابلتك، ونشكرك على تلبيه الدعوه، وهذا شرف لي، شرف يعني المتابعيني ولجمهوري، وحكم يعني يحبوا يشوفوك، يحبوا يعني يسمعوا ليك اذا كانت حاجه جديده كذا، يحبوا يعرفوا شكون شخصيه نور الدين بن عياد من داخل. والله شو اقول لك، انا ساعه على ذكر هذه المسلسلات انا تجيني روم المسلسلات نقرا ساعات ما تعجبنيش ما نخدمش بصراحه، لكن ان شاء الله باش نحكم بعد يعني بالضبط على حكايه اخرين. سبقت الاحداث، انا سبقت ما شاء الله، ديما شخصيه كوميديه حاضره سي نور الدين. سي نور الدين بن عياد، فكره الكوميديا بشكل عام يعني نقول جاتك كموهبه او يعني فقط مشيت يعني في التمثيل كوميديا، ومن بعد يعني لقيت روحك يعني حاضر ككوميدي مشيت فيه؟ والله شو اقول لك، انا ساعه اول حاجه المرحومه امي الله يرحمها، الله يرحمها، كنت كي نعمل مشكله تقول لي راك فرجه يا اخي انا روحي فرجه فعلا. هذه حاجه. بالنسبه للامور هذه انا من الصغر كنت نحب النكت والفكاهه والجو هذايا. كنا حتى صغار، كنا من تعديت على الكشافه، تعديت على المصايف، وذوما تعرف زوز ميادين الوليد الصغير يتربى على برشا حاجات، يتربى غادي نعملوا سهرات ونعملوا سكتشات. اكتشفت اللي انا نجم نعمل حاجات كما كاية، وهذاك الميدان نجم نمشي فيه. بعد دخلنا عاد في الفرقه المسرح المدرسي، وبعد المسرح الهواة. سامحني في تلك الفتره عفوا قديش عمرك وقتها يعني؟ والله نسيت انا ما نتذكرش والله، عارف لا صغير. لا في تلك الفتره وقت اللي مع الكشافه وقيت. لا هي وقتها نقرا في المدرسه يعني في الابتدائي. شنو هي كنا نمشيو قلت لك كمل. بديت من اللحظه يعني هيك. لا بديت مغروم شويه، وساعات في المدرسه احنا صغار زي نعملوا السهره نتاع المدرسه في الحال في الصيف، زاد كيف نخلقوا مع بعضنا جو تاع سكتشات ومسرحيات صغار. كنت انا نكتب النصوص هذيك، انا كنت مغروم. بعد دخلنا بشويه في الهواة، وبعد دخلنا في الاحتراف ودخلنا في المسرح
سامحني سي نور الدين، احنا نتصور اختصرنا شويه المرحله. مم. سي نور الدين يعني مولود في الحامه ونشا في الحامه ولا فات؟ لا انا مولود في تونس. مولود في اصيل الحامه. اصيل الحامه. سي نور الدين اصيل الحامه. ولكن يعني كفاءة الحامة في تلك الفترة معناها يعني ناقصة، حتى دور المسرح ودور الثقافة يعني شبه يعني ما هيش موجودة يعني. لا أنا وقت كنت موجود في الحامة الصغر بتاعي عديته في المدرسة وفي المعهد وكل في تونس. أنا نجي الوالد يعني كان يخدم الوالد والوالدة في تونس معناها عايشين في تونس مع عائلتنا الكل في تونس. ولكن نرجعوا للحامة وللجنوب يعني كنجي قبل حتى أنا والوالدة جي تزوري هنا الاهل بتاعها وكل نجي وفما برشا صور ريتها عجبتني في الجنوب تعرف هيك الامور هذيك. دونك من وقتها بديت قلت لك في الميدان هذايا، وبعد دخلت الاحتراف وبقيت تعدينا على برشا مراحل كنت نحب نحكي عليهم. احنا باش نحكوا على المراحل علاش انا قلت لك يعني اختصرنا، احنا نحكي في حديثنا اختصرنا شوي على سي نور الدين كيفاش يعني بناء يعني ما شاء الله يعني كما نقولوا احنا يعني كم هائل يعني من سواء مسلسل سواء يعني مسرحيات سواء يعني نقولوا يعني مسرح يعني قاع المسرح. سي نور الدين الشيء يعني في تلك الفترة يعني حتى اهتمام يعني بالممثلين والكوميديين ما شاء الله يعني كما سي نور الدين العيادي وكما منجي العوني معناها من النادي عبد القادر المقداد وبرشا في تلك الفترة يعني كان حتى التواصل بيناتهم صعب يعني في تلك الفترة التليفونات ما هناش معناها كيفاش نبنت يعني شخصية الكوميدي. أنا من قبل الساعة كما قلت لك بديت في المعهد، بدينا في المعهد سكولار وقت كان نعمل المسرح. أتفكر المهرجانات قبل كنت ممكن ما حضرتش عليهم. لا ثم بعد دخلت فرقة في تربة البي باب جديد، عملت مسرحية اسمها دربك لي نشطح وقتها كان هذه في السبعينات حاجة كما ثم بعد قبلت أنا ولمي النادي وعملنا ديو مع بعضنا. ثم بعد جاء منجي العوني زاد كيف بعد جاء ممثلين اخرين عفيف اللقاني المرحوم الاسد عثمان برشا ممثلين معناها خاطر مقداد عبد القادر ما تقابلتش انا في العمل انا نتفرج فيه كنت تجي في عرض في تونس نمشي نتفرج فيه. يعني هو كان سابقك شويه يعني. لا فرد وقت كنا نتعامل وقت فرقه المغرب العربي للتمثيل وقت نعمل فرفر والكريته والحماله في الناس وكل هو ما يعمل في العروض الاخرين سي نور الدين. نعم سيدي. ديما يقولوا كما يقولوا البدايات صعبه. صحيح. البدايات مع سي نور الدين بالعياد ما كانتش سهله اكيد، مع في تلك الفتره يعني مع يعني ما ثم يعني نقولوا شبه يعني ما ثمش دور الثقافه دور المسرح يعني البدايات كانت صعبه. شوف البدايه والوسط والنهايه ديما سعيد، كل شيء سعيد، الفن سعيد، الفن بتاعنا الفن بشكل عام ديما سعيد. لازم شويه صبر وشويه تتمن بروحك وتمن بالناس، تمن بروحك خاصه الطموح خاصه. صحيح. دونك انا زاد مش وحدي وقت انا كبديت كمغروم هنا الصدف كانت لقيت انا زميلي واخويا فنان كبير من النادي في نعم سيدي في استديو في الصاله نتاع التلفزيون واحنا ما نعرفوش بعضنا زوز. جاء سلم عليه سلمت عليه بقينا روحنا نسكن فرد حومه غادي جيت الباساج هو زوز كوميديين. لا وانا احنا هو ما يعرف انا اسمع عليا وانا سمعت عليه وكهو هو كان يخدم فرقه الكاف هيك هو بدينا بشوي مع بعضنا. بعدها تكونت فرقه المغرب العربي كانت المسؤول عليها ربي يشفيها الفنانه سعاد محسن هي رئيسه الفرقه. نعم سيدي. بدينا نخدموا. جاء بعد منجي العوني ومقياد السهيلي وفتح الهداوي وكمال التواتي وقت ما مازالوا يقراوا في الليسي مجموعه باهيه فهمتني. وبدينا معنا العمل الذي مع بعضنا من كل مره نشارك مره انا عندي حاجه اخرين وهو كيف لان تخلقت ومن بعد دخلنا للميدان للتلفزيون والاذاعه والراديو. معنا البدايه كانت تلفزيون ولا اذاعه؟ والله التلفزه بديتها قبل. تتذكر اكيد اول عمل قمت به؟ اول عمل عملت انا مره مع حمادي عرافه مخرج كبير نسلم على اخويا حمادي وقتها موزايك هذا اسمه موزايك سكتش يتعدى في فرنسا للمهاجرين. عملت دور انا وقتها مع لندا عبد الله يرحمه وانا جاي نستنى في
خويا جاي من الخارج وعنده مراه قوريه، فما يا اخي طبشت في مراه تورست فهمتني، وقت معاه صغير دور صغير سكتش صغير يعني. هذيك البدايه. ومن بعد دخلنا عاد في عملت انا ولا من نادي ولاد الحلال. هذا سكتشات في 15 حلقه بعدها في رمضان. هذا عام يدور لي 7 كاين 78 اي 78 اقصد. ومن بعد اي مالا شنو، ومن بعد جيت انا ومنجرعوني عملنا خاطيني وصحن تونسي وزعمه خاطيني خاصة خاطيني الى يومنا هذا يعني في الاجيال اللي هم يعني خلطوا عليها وتفرجوا عليها ويعاودوا فيها ويعاودوا فيها بشكل رسمي. حقيقة أنا ما زلت في تلك الفترة. أنت وقتها يعني حتى الصغار يتفرجوا حتى في الرقصات اللي فما وجوها. رقصات أنت عندك ضربات يعني ما شاء الله محبوب عند الجمهور. ضربات يعني ضربة مثلا بتاع أول حلقة أتذكر فيها في جارية حمودة اللي هبط من التاكسي وأنت دخلت يعني البلاصة اللي تسكنوا فيه وقت. ما زال ما سكنش وقتها عاد. جاي متنكر وجاي نشوف تاع ولد خويا بالضبط. وعملوا فيا عاد الجيران عاد تبعد عايش خويا وكان غلطة عمري هذاك. غلطة عمري لقطات البشرة من بعد ان شاء الله. عندك كل شيء. كان اول سكتش اللي هو موزايك. اي قلت لك موزايك. وبعد قلت لك بديت عاد ولاد حلال ولا من النادي. وبعد جات خاطيني وصحن تونسي وزعمه وفما مسلسل هذا سكتشات اسمه رجعوه بلا عنوان فهمتني. هذا ما وقف ما تعداش صورناه وما تعداش. ومن بعد عملت جب وعجب في كانوا منجرعوني زاده وعملنا برشا اعمال. وبعد جاء عفيف اللقين عملنا نحب نستحسن معايا بابا وقت حسونا عرست برشا انسان شيء عقوبة ربي. وبعد عملت برشا. انا شخصيا اكثر عمل يعني تفرجت عليه ليك جارية حمود حكم هو عام 2004 واحنا في تلك الفتره معنا بدينا كيف نحلوا عيوننا معنا على التلفزيون وكذا يعني صراحه. كان تقريبا يعني اكثر عمل ليك تفرجت عليه ممكن تقريبا حتى الجيل اللي تو هو اكثر عمل يعني ممكن اي مو تو الحاش البايز في الانترنت هذه تو الواحد كل شيء يتعاود وتشوفوا الناس كل تتفرج. وبعد جاء عاد حاجه اخرين عملت من فينا. استناني عاد استناني انا جايين من بعد برا خذ ما نجري ما شاء الله عليك كي قمودي سي نور الدين بصراحه. يعني تو الشخصيه اللي تتميز بها الكوميديا يعني تو مثلا عندكم يعني مسرحيه ولا حتى في مسلسل يعني هل هي بشكل رئيسي انت تعتمد على النص ولا من وليد اللحظه نقولوا يعني ارتجال؟ اجي نقول لك صراحه اول حاجه صعب عندك النص به علشان نقول لك ساعات تجيك النصوص المره الاولى نقراها ما نحسهاش. اذا ما نحسهاش ما نخدمهاش ما نعملهاش. دونك هذيك الاولى. الثانيه انت كممثل زاده مثلا حموده ذاك انا فركست قلت لك 5 مارشيات باش لقيته شخصيه حموده شبه له كاك السندال وكل التنجري وكل شيء. ثم انت بعد زاد في الارتجال حسب المشهد ساعات تلقى هكا ناقص شويه ترتجل. تو مثلا غلطه عمري هذيك مرتجله اي والاخرى برشا حاجات تجيك في الوقت ولا تتعملها. ثم ساعات تزيد تكتب حتى النص تزيد تطور العمل هذاك باش تزيد ينجح. وعملت قلت بعد جاري حموده بعد جاري حموده عملت بنا فينا عملت سنة منا فينا وعملت كان ما كانش 2 وعملت كلينك الشعب وعملت سي الطيب عملت برشا. اي ولكن تو بالنسبه لتوا انا فما وقت من الاوقات قلت لازم واحد يعمل وقت التامل ويشوف شو لازم يعمل. تو فما اعمال ان شاء الله عملت سكتش تو اسمه خبر عاجل اتبعثه الاداره العامه. كانت عمل تو اللي تعمل من بعد انا ديما مانيش مزروب في هذيك مانيش مزروب انما هذيك في العمل مانيش مزروب لازم يكون ياخذ وقته والممثلين باهيين وجو هذا. ثم حاجه اخرى عندي تو عمل مسرحي بشي ان شاء الله بشي او في الكوشه مازال في الكوشه معايا سي الاسعد عثمان معايا منجي بن سعيد معايا محمد حماده هذو ممثلين ممتازين وخاصه الاسعد عثمان هذا عشيري ذاك وتلميذي وخدمنا برشا مع بعضنا برشا مسرحيات. هذه ان شاء الله المهرجان الصيفي العام الجاي ان شاء الله السنه. سي نور الدين تنجم تخبرنا على اسم المسرحيه؟ الشيخ جوجل. شيخ جوجل اعطينا شويه عليه. شيخ جوجل؟ اعطينا شويه على المسرحيه اللي انت تقول ما زالت في الكوشه. ايه في الكوشه كيفاش نعطيك حاجه في الكوشه سخونه ما زالت ما طبتش. وحاجه ثانيه اخويا العزيز ونعلمك زاده من توا
نهار اللي نعرضوا في بنقردان جيت تتفرج مباشره من غادي على الشيخ جوجل. حدد لنا شويه تاريخ يعني انت ان شاء الله. هي مازال يعني بس شنو ما انت اللي تجري يعني تو في اول مهرجان باش تكون انت تو اللي تجري اكثر مني انا. سامحني لحظه لا هنا بنقول لك ستوب لحظه. تفضل. ستوب. سي نور الدين تفضل. يعني هي المسرحيه بتاعك يعني اول مهرجان باش تعرضها فيه هو مهرجان بنقردان يعني؟ لا احنا نمشيو خويا بالمركزيه، احنا نعملوا مهرجانات كامل الجمهوريه من تونس لبنقردان العبلة. هي اول مهرجان باش تكون فيه والله منين نعرف خويا هذاك مش يكتب ربي. هذه على زايد كلها هكا اخذ اسمع كلمه ريت بنقردان دخلت لك بالسيف هكا دخلت بنقردان يعني ان شاء الله باذن الله يعني نشوف مسرحيه سنيه معنا. انا مش نبعث دوسيات واللي يحب ياخذ انا كيكر وكمل مع المسرح. هز الكنتوله يا علي يا ابو السواعد البنايه، مهما طوال السلوم الدرجات ليها نهايه. قالت طوبة القربي الحجر البنية العالي يا منقوشة يم المقام العالي قداش فيك من قطرة عرق. قالت كان نقول الحق الأرض تتشق تتهدم البناية.